عاملين ايه؟ بما ان الفقرة دي عجبتكم فانا قررت الكل ملكوش دعوة بده، عشان حاطه بس بحط تنت وبظبط وشي عشان ما اطلع لكمش من غير ميك اب فتفتكروني مرهقه فتقولوا لي ان انا عامل. بصوا يا جماعه، السؤال ده يعني انا بحس ان السؤال ده برايفت قوي، فلما قلت في الفيديو بتاع اول امبارح انتوا فهمتوني غلط ان انا لو حامل حتى مش هقول لكم، فحد كتب لي وليه هو كان حياتنا واقفه على الخبر ده. انا ما اقصدش كده طبعا، واكيد خبر زي ده مش هيهم كل الناس. في ناس طبعا هيهمها ان هما بيحبوني مثلا، حابين يفرحوا لي ويفرحوا بيا، مش مجرد بس ان هما يكونوا عارفين. ولكن السؤال ده بيضايق، بس بيضايق ليه اسباب معينه. ممكن ابقى انا عندي مشكله صحيه، ممكن اصلا ما يبقاش عندي مشكله صحيه بس لسه ربنا ما اكرمنيش، فموضوع برضو بيضايق شويه، الموضوع بيبقى حساس شويه. كل ما حد يشوفني مرهقه مثلا نطق الحق. يلا بينا. بس فالفكره في البوينت دي ان هي بتضايق. في اسئله كتير ما ينفعش نسالها لحد، يعني مهما كان درجه قربك. يعني انا مثلا من فتره سالت حد قريب مني قوي 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 وبحكي له كل حاجه تخصني وكل حاجه، حتى ادق التفاصيل مثلا بشاركه معاها لما بتحصل لي حاجه حلوه. مثلا حصل لي كذا موقف حلو فرحني، حصل لي حاجات حلوه في شغلي فكنت بتصل مثلا اشاركه. فلما جت مثلا حبيت ان حصل حاجه عنده، حبيت ان كنت فاكره ان احنا عادي بنتشارك وكده، فلما سالته حسيت ان السؤال هو مش حابب يجاوب عليه. فطبعا يعني هي حاجه خاصه بيه وبرايفت بالنسبه له، مثلا حاجه ما ينفعش ان انا اتدخل فيها او كنت اسالها. فطبعا انا اتضايقت من نفسي اصلا ان انا سالته السؤال ده قبل ما اتضايق منه على عدم رده، مع ان انا عادي بروح انا احكي له بنفسي وهو بيسالني. فمن هنا حسيت برضو ان حتى لو حد قريب منك قوي 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 ما ينفعش تساله. فده كان ردي على ان انتوا فهمتوا غلط في الفيديو اللي قبل اللي فات، لما قلت لكم ان انا حتى لو حامل مش هقول لكم. مش قصدي ان انا مش هقول لكم، قصدي ان انا هقول بس في وقت مناسب، في وقت يبقى مثلا الحمل استقر، في وقت ان ينفع اطلع واقول لكم كده. طبعا الحوار ده ما يخصنيش لوحدي، يخص عمر ويخصنا احنا الاتنين فقط، فوقت ما نكون حابين نعلن عنه هنقول. بس فحبيت برضه اوضح البوينت دي عشان لقيت 2 3 كده متضايقين بس من الموضوع، فبس حبيت ان انا اقول لكم. وانا والله مش حامل، والله كمان مره انا فعلا مش حامل. يعني مش انا بس لما ما بحطش ميك اب وببقى الاضاءه مش احسن حاجه، خصوصا لما ما بحطش ماسكارا بحس ان انا تعبانه. انا شخصيا لما ببقى حاطه فول ميك اب بس مش حاطه ماسكارا بحس ان انا تعبانه. فقلت لا، انا لازم احط لهم ميك اب عشان يرجعوا يشوفوني كده نور بشياكتي وبأناقتي ووشي كده الامور الكتكوت ده. وبس كده، يلا ندخل على فقرتنا. والنهارده الاكل هيبقى بفتيك. يلا بينا. معلش حاجه صغنطوط قد كده. في ناس كتبت لي اعمل مقلب في عمر. انا بصراحه بفكر في الحوار ده بقالي كتير بس مش عارفه ايه المقلب اللي ممكن اعمله فيه. وطبعا هيبقى استحاله مقلب عن الحمل او الكلام ده، عشان انا في مره عملتها فيه تقريبا. يعني ما قلت لا، عمري في حياتي هعمل فيه المقلب ده ولا هي وقت ما تبقى بجد هعمله عادي، بس مقلب لا. فاكتبوا لي ايه المقالب اللي ممكن اعملها فيه من غير ما اتطلق. مقالب خفيفه كده من غير ما اتطلق عشان عمر خلقه ضيق. يا جماعه طبعا كده احنا عرفنا الاكل ايه، عارفين طبعا تتبيله نور ازاي. بصل وطماطم مبشورين او مضروبين في الكبه، صويا صوص طبعا شوي يعني صويا صوص، او عموما اي حاجه هتغمق معانا. وبحط حاجه بسيطه يعني، وفلفل وملح وكزبره وفلفل اسمر يعني وبابريكا وشطه، وكتروا شطه بقى، او لو عندكم هريسه شطه زي ما قلت لكم احنا بنحب الاكل مشطشط بصراحه. فبس كده هنلفهم كده مع بعض. انا بس هخلطهم الاول بالمضرب، بعد كده هعجنهم بايدي بقى، ما بدهاش بقى. عايزه اقول لكم شكرا على الكومنتس بتاعتكم الحلوه الجميله اللي بتديني طاقه كده ان انا اكمل. اساسا اهم حاجه بس نتاكد ان التتبيله وصلت لكل القطع. هما قطعتين بس، هي في قطعه طويله قوي فانا هضطر اقسمها على 2 يعني. وبس كده. جاءت اللحظه الحاسمه، اخيرا هنتغدى. يلا نشوف الاكل هيبقى ايه، نشوف ما انتوا عارفين. يلا بينا.
الصلصه اللي كنا عاملينها امبارح هنزود عليها ونعمل مكرونه بالصلصه. بصوا انا كل مره بعمل قطعتين بفتيك ليا بصراحه، ما باكلش القطعتين، فالمره دي قررت ان انا هعمل واحده ليا وواحده كبيره لعمر. فحتى انا بتاعتي برضو قسمتها نصين. انا بصراحه يعني دي اول اكله من او تاني اكله من البفتيك اللي انا كنت جايباه من تقريبا الشهر اللي فات او كده. فالمره دي قلت هعمل ان انا كل مره باكل قطعه وبسيب التانية واكلها اساسا تاني يوم بقى في ساندوتش او اي حاجه. فقلت بقى لا بجد يعني حرام بقى. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. حطيت برضو ميه على النار عشان نسلق المكرونه، والمره دي هسلق مكرونه لعمر من الصغنطوطه دي، مره ليه ومره ليا. يعني مره راضيني بمكرونه سباكيتي ومره راضيه بمكرونه صغيره، وانا ببقى متضايقه يوم مكرونته وهو بيبقى متضايق يوم. بس انا ماشيها كده بالعدل، عدل ربنا واسمته. هي بيضة بقى كفاية معانا في الوصفة دي. هنحط بس عليها فلفل اسمر ونجيب البقسماط بتاعنا ونبهره. نبهره علشان خاطر انا المفروض في الوصفة دي بحط دقيق الاول، بس انا قبل كده يعني عملتها عشان انا بقيت اعمل مثلا قطعتين بالكتير علشان خاطر على قدنا، فما بقيتش بحط دقيق لان انا بحط بيضة واحدة. فلما باجي احطه في الدقيق بحس اني ببقى عايزة احط بيض اكتر، فلقيت ان بالدقيق او من غير دقيق النتيجة واحدة وهي عكس البانيه. يعني البفتيك عكس البانيه. نضرب بس البيض كويس علشان بحس ان هو لو ما اتضربش كويس بتيجي حته كده صفاره، بحسها بتزفر الحاجه يعني. هنبهره بقى، نبهر البقسماط. يعني نحط بقى فلفل اسمر وكزبره وملح وبابريكا وشطه زي اللي احنا حطيناه على التتبيله بالظبط، لان طبعا ده بيخلي الملح يقل، لان انتوا بتضيفوا حاجه على الاكله تانية، فبيخليكي البهارات اللي انت حطيتيها في الاكل اصلا ضاعت شويه لان انت زودتي عليها حاجه. جماعه احنا 7 الصبح، دعولنا بقى دعوة حلوة كده وكويسة، ربنا يكبر بخاطرنا احنا وكل الناس اللي محتاجين جبر خواطر، وربنا يحقق كل الأمنيات كده ويشفي كل مريض ويخلينا كلنا لبعض ويخلي أهلنا لينا كده يعني. هننزل بقى في البيض الاول، بعد كده هننزل في البقسماط. هتقولي لي ايه اللي مصحيكي 7 الصبح يا حاجه نور؟ هقول لكم والله انا ما بقدرش انام، ما اعرفش. انا نايمه تقريبا من الساعه 2:30 او 2 وحاجه، 2:30 تقريبا. دخلت نمت صحيت 5، وكل ما انام احاول انام بدري عشان اظبط نومي، حرفيا اصحى 5 الصبح. فانا مش فاهمه ايه الارق ده. فانا عاده لما بكون قلقانه بيحصل لي كده، ما بعرفش انام كويس، ما بعرفش انام اصلا. حتى الساعتين 3 اللي بنامهم بصحى فيهم كذا مره لحد بقى ما بصحى خالص يعني. اهم حاجه بس نضغط عليه كويس علشان خاطر البقسماط او الفيجيتار ده يمسك فيه كويس يعني. وهنا كنت بحاول اوريكم ان ما شاء الله ما شاء الله يعني القطعه كبيره كده حتى الكاميرا ظلموها، بس مع اول ما تشم النار بس كل ده هيختفي، هتخس، بتعمل دايت. بصوا ما شاء الله يعني. عشان كده بقول لكم ان انا بعمل قطعه واحده ليا، يعني هي دي يا دوبها عليا اصلا وبيتبقى. يعني عايزه اقول لكم ان احنا اهو تاني يوم انا هخلص مشوار، ولما ارجع هفطر بيها بجد. عشان ما حدش فيكم صدقني لما قلت ان انا بعمل قطعه واحده على، هو ما حدش اساسا قال ان هو مش مصدقني، بس انا بقول لكم يعني انا ليه بعمل قطعه واحده على قد. بحب احط بس بالمعلقه كده الاول عشان ايدي ما تتبلش، فلما اجي اضغط عليها يعني ايدي ما تبقاش منديه كده. انتوا فاهميني. انا بحاول اوطي صوتي علشان عمر بيشرب القهوه في البلكونه،
فمش عايزاه يكتشف عشان احنا عندنا مشوار، فمش عايزاه يكتشف ان انا كل ده ما بلبسه وبكلمكم. بس كده هو لسه موله طويل، انا بلبس في ثواني. كتبتولي ان انا اعمل مقلب في عمر، وبصراحه نفسي قوي يعني. احنا في عاده انا وهو بنعمل مقلب في بعض، يعني هو يخضني انا اخده، اجيب صواريخ واولعها، بس ولا مره نفعت بصراحه. الصواريخ دايما بتطلع بايظه. فاكتبولي بقى اعمل ايه مقالب بس يعني بدون اي ضرر، لان انا ممكن اتطلق فيها. ماشي. عمر ملوش يعني في المقالب والحاجة، يعني مقالب بس يعني ايه، خفيفه كده. او انا ما جربتش، مع انه كل ما قلبه فيا تقيله، فانا ما جربتش اهزر معاه هزار تقيل الصراحه. فاكتبولي بقى افكار مقالب بس تبقى حلوه كده وكرييتيف يعني. جماعه الاكله دي انا بعشقها. انا هنا بقى هكلمكم عن الاير فراير، عشان كتير منكم طلب ان انا اتكلم عن الاير فراير، فهكلمكم بقى عنها في كل حاجه يعني. بصوا طبعا زي ما انتم شايفين انا ببقى مشبعاها كده بالزيت اهو، زي ما انتم شايفين في حته نونه صغنطوطه كده. ده طبعا بيساعدها في الاير فراير ان هي تستوي احسن، وبتبقى شبه المتحمره في الزيت بالظبط. فانتوا طلبتوا مني اكلمكم عن ايه ده. بصوا مكان البن مطار مني الصبح. اكلمكم عن الاير فراير اهي. ماشي. طبعا انا مش حاطه القلاب ولا اي حاجه، ده اللي انا كنت بقول لكم بيضايقني لما بعمل بقى اكلات مش محتاجه القلاب يعني. طبعا بيبقى معاها ثانيه واحده، طبعا بيبقى معاها 3 برامج، ده للبطاطس وده للخضار وده للحوم او الفراخ. طبعا كل واحد بيبقى ظابط درجه حرارته. لو انتوا عايزين تعلوا درجه الحراره او التايمر اكتر، هي ظابطه درجه حرارتها. ماشي، هي ظابطه درجه الحراره، كل برنامج ليه درجه حراره. لو انتوا عايزين تحطوا مثلا على وقت اكتر، او حاسين الحاجه هتاخد تسويه اكتر، زودوا. استنوا بس اشغلها. هتزودوا من هنا التايمر او هتقللوا. انا طبعا هنا هدوس على علامه الفراخ او اللحمه، هتديني 20 دقيقه. هحس ان انا محتاجه عايزه ازود تاني على 25 مثلا او 26، خليها 25، لان انا كمان برجع احطها على الوش التاني. فانا يعني بحس ان هي ايه، بتبقى محتاجه تتحمر اكتر. بندوس هنا وهي بتشتغل مع نفسها. بصوا انا بس دي نسيت اقلبها، بس نسيت. بس هو بصوا بقى خطير 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 خطير. هو بيكش بصوا حته بتبقى قد طولي كده، بعد شويه تخش ايه السلام عليكم، انتوا فهمتوا طبعا. نجهز بقى مكرونتنا. والمكرونه هنا انا كنت حطاها يعني في نص التسويه بتاعه البفتيك، اللي هي لان المكرونه اصلا بتاخد 10 دقايق سلق تقريبا، فعقبال ما البفتيك يستوي تكون هي كمان اتسلقت، وتكون الصلصه كمان. هي الصلصه عندي متسبكه، ربنا يخلي ماما يا رب، كانت بعتالي كيسين كده كبار، فمن ساعتها وانا عايشه فيهم يعني. فمش عارفه لما يخلصوا انا هعمل ايه، وانا ما فرستش طماطم خالص السنه دي، فحاسه ان انا تايهه. طبعا زي ما قلت، زي ما انتوا عارفين الصلصه بتاعتي لازم اقطع فيها خضار. فانا كان عندي طبعا هي جاهزه، فانا طفيت عليها بس عشان الطرطشه ان هي بوظت البوتاجاز، وهتلاقوني حاطه اللي هي البتاع الاسبونشه دي علشان خاطر اي طرطشه تيجي عليها هي، لان انا مسحت البوتاجاز مرتين والصلصه محطوطه بتبكوك فبتقوم. ومش هحط الغطا، مش مستاهل اني اغسل الحله بالغطا. فكان عندي فلفل الوان برضو جبته وقطعته، وبس. اي خضار عندكم قطعوا. انا بقطع فلفل وطماطم وبصل، بس انا الطماطم كانت عندي خلصانه فقطعت فلفل وبصل بس، بتديهم طعم كده. في اخر بس دقيقتين كده تسيبوهم بس يتشوحوا يدبلوا كده. هولع النار بقى عشان يعني يتغلغلوا مع الصلصه، يبداوا يدبلوا، يعني لما تيجي تاكليهم تحسي بطعمهم وبالقطمه بتاعتهم. هنا بقى نجيب المكرونه بعد ما اتسلقت، بصفيها بس من الميه بتاعتها
وهتقولوا لي الصلصه كتير يا جماعه، انا بحب الصلصه تبقى كتير كده وتبقى جوسي. يعني لما في المكرونه البولونيز بتاعت اول امبارح دي ما عجبتش عمر علشان خاطر انا عملتها من بدري، ف عملت الصلصه في اللحمه من بدري، فاللحمه شربت الصلصه لما قعدت ركنت ساعه كده فيها. زي ما قلت لكم انا بحضر الاكل من بدري، فطبعا ما كنتش واخده بالي ان اللحمه هتشرب الصلصه، فاهمين؟ فطلعت الصلصه يعني شربتها. انا كنت مزوده صلصه بس اللحمه زي ما يكون يعني شربتها، ما اعرفش ان انا لما جيت احطها على المكرونه لقيتها قليله، فاحنا ما بنحبهاش كده. وبصراحه عمر بيقولي ده اللي بيميزك في المكرونه اللي بصلصه، هي ان الصلصه بتاعتك بتبقى جامده. حسيت ان هي محتاجه ملح، يعني ملحها ونظبط ملحها كده وبس، بديها تقليبه، ما بسيبهاش تتشرب الصلصه بتاعتها، بديها تقليبه تشويحه كده وبس كده. بصوا بقى بتلصوا وبتبصوا جوسي، ومفيش مكرونايه لازقه في الحله حرفيا. يعني الحله ما شاء الله بتزحلق. اهم من الشغل قلنا تظبيط الشغل، بوظنا حاجه نصلحها. والمفروض ان الحته الصغيره اللي انا حطيتها في الاخر ورا الكبيره دي المفروض دي بتاعتي، بس انا قلت احطها يعني احط القطعتين في طبق كده عشان التصوير بس في اول ما نقعد ناكل هنقل بقى هدي عمر القطعه عشان يبقوا قطعتين. واهم حاجه الجرنش، يعني بيفرق معايا قوي اني اكسر اللون، والحركه دي بصراحه انا متعلمها من ماما، لازم نكسر اللون. ايه رايكم بقى في العظمه دي؟ مكرونه بالصلصه ما فيهاش اي شغلانه، وبفتيك ما فيهوش اي شغلانه، بس اكله تستاهل بقك. بصوا بقى المكرونه جوسي وخطيره. البفتيك يا جماعه انا لما باكله بحس ان هو مسكر، مش عارفه انا لوحدي ولا لا. هنا طبعا ماما كانت جايبالي ورق عنب زي ما انتوا عارفين، فده اليوم اللي كانت صاحبتي عندي، طبعا ربنا يخليها يا رب، قطفت لي برضو، يعني قطفت لي اكتر من نص الورق العنب، والباقي انا حلفت عليها قلتها لا انت جايه تشتغلي ولا ايه، قومي بس تعالي كده وخلاص كنا هنتغدى. فقلتها لا والله مش هتكمليهم، سيبيهم وانا هكمل الباقي يعني. فبصراحه انا قعدت عملت شويه صغيرين قوي، بس رصيتهم وقلت بقى اعينهم. فانا قلت اقول لكم يعني عشان كذا حد كان كاتب لي وكان باعت لي على الانستجرام يا نور لو عندي كميه ورق عنب افرزهم ازاي. هو الورق العنب ما بيتغسلش وبيتعين كده، بس احنا بنشيل العنقود بتاعه ده او مش عارفه بيبقى العود ده، وبنقصه كده او بتشيليه بايدك، بس الاسهل بمقص، وبعد كده بتفرديه كده مظبوط وتحطيهم كده فوق بعض، عشان ورق العنب يا جماعه حساس عامل زي الازاز، لو مسكتيه وهو متلج كده هيفرول كده في ايدك وهيتكسر كله، هو عامل زي الازاز بالظبط، حساس جدا. فلما تيجي بقى تطلعيه من الفريزر تبقي حطاه في حاجه يعني محكمه. فانا هلفه كده بستريتش رولات كده علشان برضو ما ياخدش مكان في الفريزر وخلاص. وبعد كده بقى انا قلت اوريكم، بعد كده انا هخلص الكميه كلها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تقولي بتحبوني قد ايه، وباي باي.